صباح الفل عليكم يا شباب. انا دلوقتي بقى قاعد في كافيه مفرتك النهارده، بس عشان عايز اوريكم حاجه حلوه، وان شاء الله باذن الله تبقى خطوه كويسه. في حاجه جت من مصر، كنت قايل لكم عليها من زمان يعني. عدة الكاميرا جت من مصر، هنفتحها بقى مع بعض. طبعا حابب اشكر محمود هشام، طبعا ده المودريتورز بتاع اللايف بتاعنا، يعني الراجل كتر خيره، جابها لي من مصر، ما قصرش معايا. كاميرا اللي بقى ما يعرفش الكاميرات دي، كاميرا كانون 250 دي، تمام. ومعايا اللينس اللي هو ال50، وده اللينس اللي هو ال10 ال18 الترا وايد، ده هيبقى معظم تصويرنا بيه ان شاء الله. وده الرود مايك، ودي عدة التنظيف بتاعتنا. والحمد لله يعني ربنا يبارك لهم البيت عندي بعتولي الفلاش، فالحمد لله هم شغلوا دماغهم، بس من غير حجاره ومن غير شاحن، مش مشكله. وبعتولي البطاريه التانية من غير الشاحن بتاعها، مش مشكله. المهم ان الكاميرا ايه وصلت، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. احنا عايزين نركب وعايزين بقى نتست النهارده. بقالي كتير جدا 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 مصورش بالكاميرا، تقريبا يعني ازيد من كتير كتير قوي يعني. معلش كده على جنب. شلنا الكاميرا. المهم فانا عايز ابدل اللينس ال50. طبعا لما تيجي تبدل اللينس تروح عامل كده عشان التراب ما يجيش عليها، تروح مغطي دي كده. اهم حاجه تحافظ على السنسور بتاع الكاميرا. و لحد ما تسمع التكه دي بس نروح شايلين اللينس دي طبعا عشان ما تتكسرش. دي اللينس ال50 دي بتعمل عزل كويس. وهي دي المايك يا سيدي اهو. ادي ايه مشكلة بقى اللينس الالترا وايد دي، هي جامدة ما شاء الله يعني، بس مشكلتها حاجة واحدة اللي هي بتحتاج اضاءة قوية، يعني بالليل ما بتصورش احسن حاجة، لازم اضاءة قوية جدا جدا جدا. نركب المايك بس كده الكاميرا. وادي يا سيدي ادينا دلوقتي بنصور. ده السيت اب بتاع التليفون، وده السيت اب بتاع الكاميرا. الفانيلا لاتيه 13 درهم فرتكه، مش عارف بقى بص هنا ولا هنا، فانتوا بقى قولوا لي ايه رايكم. احنا ممكن نعلي الايزو سنه اهو. احنا برضو يعني عندنا تحكمات، ممكن ازوم هنا اقلل، انا مش عارف ابص هنا ولا هنا. وادي يا سيدي، وادي التليفون وادي الكاميرا، وادي التليفون وادي الكاميرا. ان شاء الله باذن الله طبعا الكاميرا هتفرق في المحتوى، مش عارف ابص هنا ولا هنا. الكاميرا هتفرق ان شاء الله باذن الله. ممكن في ناس دلوقتي تشوف يعني تقول لك التليفون احسن واسهل، وانا دلوقتي بقيت بفضل التليفون. يعني انا التليفون احسن، اسهل بكتير، ما بيخلكش تكسل، ترفع التليفون في اي حته ما بتكسفش. خلينا بس نعمل فوكس كده. بس ساعات الكاميرا لا، الكاميرا بتفرق. في ناس كتير كانت بتقول لي انت لازم تهتم بالمحتوى بتاعك، لازم تهتم بقى ككواليتي وفيديو اديتنج وبتاع. انا اصلا يعني في ناس متعرفش ان انا كنت باديت، كنت بروفيشنال فيديو اديتور يعني. يعني بالنسبه لنفسي انا كنت محترف، انا حاسس ان انا كنت محترف يعني. فالموضوع اللي هو بس ما عادش في وقت زي الاول يعني مش عارف الفوكس هنا، ما عادش في وقت زي الاول، فدي اللي محجمه الواحد شويه. بس مش عارف بقى انزل فيديو ده ولا انزل فيديو ده، انزل فيديو ده انزل فيديو ده. فصباحكم زي الفل، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. ولسه في كتير، بس الواحد كانت نفسيته مش متظبطه اليومين دولت. هي لازم تعرف، بص اي مغترب في الدنيا، يعني بدات اقول على نفسي مغترب عشان انا داخل اهو، يعني داخل على 3 شهور. ممكن في ناس طبعا بقى لها سنين، بس هي في مشاعر كده هي بتحصل للواحد من اول يوم بيتغرف فيه يعني.
فبنحاول نبقى بوزيتيف يعني على قد ما نقدر، لان في ناس بتقول لي شريف لا انت ما ينفعش تبقى كده وبتاع. احنا يعني بنتفائل بيك، ويعني انا بشجعهم يعني. فمش عارف ازاي الكلام ده، بس يعني أنا الحمد لله ده شرف ليا طبعا، وصباحكم زي الفل، واستنوا اللي جاي احسن. سلام.